الله يا فرح، بصي عروسة بابا الجديدة. ايوه جميله قوي. تعالوا نروح نشوفوها. تعال. حبايب قلبي بابا عاملين ايه؟ العروسه دي امور قوي يا بابا. جميلة قوي يا بابا. سلموا على ماما. عاملة ايه يا ماما؟ مين يا عاملة إيه ماما؟ يا ماما؟ بس بقى يا حبيبتي، مامة مين؟ بالراحه على ايه؟ بعيال مين؟ مامة مين؟ في اسراء مالك؟ يلا يا ماما انت وهي عند امك، يا ماما تعيش حياتها هناك وانا هنا اشيل الهم ليله دخلتي. استغفر الله العظيم يا رب، يا بنتي ده اطفال حرام عليك. ما يلا. اما انا اوديهم فين يعني؟ انا مالي وانت جايبها لي ليله دخلتي؟ مش كفايه جاي لي بطعم الكاجوال؟ مش هان عليك تكلف نفسك تجيب لي بدله حتى؟ في انت عارفه ان انا مطلق ومعايا عيال. طب وانا ألبس ذنبي؟ بدلة؟ ودي اول جوازه ليا، انا ماليش بعد دعوه. 30 سنه البس بدل تاني؟ تلبس ما تلبسش، امال اعمل فرح ليه؟ تحمد ربنا اصلا انا اتجوزت. ليه يا اخويا؟ ان شاء الله كنت بجري وراك. هو ده هي دي حياتي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاد انت زودت المبلطين، ان كان من الطعم ولا من الاثنين دول؟ انا مالي، مش هربي عيال غيري. الاثنين دول مش هيمشوا يا اسراء. لا وانا مش هيخش مع ليله دخلتي. يلا يا حبيبتي، يلا يلا عند امك. يلا اوعي ما تديش ايدك عليهم. لا ما انت مش هتسيبهم لي هنا، انا ماليش فيه، جوز امهم يربيهم. تعالى بس عايزكم كلمتين كده، تعالى خش جوه. القرف ده يا بنتي، دخلت الشقه لقيت عياله الاثنين. استحمل وعادي ازاي؟ انت مش شايفه القرف اللي هو جاي لابسه يا ايمان؟ يعني الاقى من اللبس ولا من عياله؟ وده ليله دخلتي، يعني اي ليله بتتمناها اي بنت اخش الاقي عيلتين في الشقه؟ تعالي لي يا ايمان ضروري بالله عليكي، انا مش هكمل في الجوازه دي اصلا. سلام. هنشوف اخرتها بقى يا استاذ عادل. ما تزعلوش حقكم عليا. خلاص يا بابا، خلينا نروح ونعيشوا مع ماما. تعيشوا مع ماما مين؟ ماما اللي سابتكم وراحت اتجوزت؟ والراجل اللي بيعاملكم اسوأ معامله ده؟ ايه يا اسراء؟ استهدي بالله، في ايه يا اسراء؟ انت ترضيها على نفسك؟ يا ستي ترضيها على عيله من عيالك يا ايمان؟ طب اقلبي الايه. يا ستي طب يقول افرضي لي انت كنت متجوزه ومعاكي عيالين، عادل ما كانش هيوافق والله بيهم؟ العظيم يا ايمان ده اول جوازه ليا، ما ينفعش. يا ستي ده جبر الخواطر على لا الله. ده مسترخص بيا اللبس بصي. وجايب لي عيال. طب حتى اول اسبوع ما يبقوش موجودين وجايه تقول لي يا ماما. يا مامة اسراء مين؟ ما تبصيش لكده، ما بصيتيش للشقه اللي هو جابها لك، ما بصيتيش الحاجه الذهب اللي هو جابه لك وعمل لك في افخامها قاعه. العيال دول حلو اديكي قلتي ما بصيتيش. ما بيلبسش بدله ليه بقى؟ قاعدين قدام صحابي يا امان. انتوا مش هتمشوا من هنا، وانا عارف ان انا اتجوزت انا كمان، بس انا هعمل ايه طيب؟ مين هياخد باله منكم وانا في الشغل؟ بس ومين بس هياكلكم؟ انا والله العظيم حبيتها. انا كمان والله يا بابا. ايه ده؟ طب هي بتندهلكوا بره، انا عايزكم تطلعوا كده بتحاولوا تضحكوا عليها بكلمتين خليها تحبكم، ماشي؟ يلا اطلعوا لها يلا. يا ستي معلش ما ويقول لي كويس ان انا خدتك لو انا كنت بجري وراه. هو عادل كويس ويا ستي ما تبصيش لاصحابك، احنا لو سمعنا كلام الناس مش هنعيش، مش هناكل من وراهم اي حاجه. يا ستي مش يمشي عياله بقى. بصي يا اسراء، دلوقتي العيل ليه ذنب، دلوقتي في مشاكل بين امهم وابوهم، العيل دلوقتي هو اللي بيشحطط ما بين الاثنين وهو اللي بيتظلم. فانا عايزه اقول لك يا اسراء، خديهم عيالك، لعله خير ان شاء الله، ربنا يكرمك بيهم ويكتب لك خير عند ربنا. يا اسراء اسمعي مني يا اسراء، انا عمري ما هورطك، انت عارفه انا اكتر واحده بحبك وبخاف عليكي. انت شايفه كده؟ انا شايفه كده، ولو عايزاني اخدهم اليومين دول عندي ما فيش اي مشكله، وبعد كده خدهم اجبري بخاطر عادل. انا زقيت البت قوي وحسيت ان انا ضميري قلبني بعدها. ما لهمش ذنب، بس انا برضو عروسه يا جماعه، حسوا بيا. يا ستي ماشي، انت في كل اللي هتقوليه عندك حق، ودوت اي واحده بتتمناه وبتستنى اليوم دوت، بس العيل ملوش ذنب. هو لا هم بص اختار ابوهم ولا اختار امهم، هم طلعوا لقوا نفسهم امهم وابوهم بينهم مشاكل، ذنبهم ايه هم؟ فانت يا اسراء احتويهم، اعتبريهم عيالك وانت تكوني امهم، وراجيهم يا اسراء. هناديهم دلوقتي يا اسراء بالله عليكي واحضنيهم كده، وانا هاخدهم معايا وهستاذن طبعا عادل الاول. عيشي حياتك الشهر العسل اللي بيقولوا عليه دوت، ربنا يكرمك بالذريه الصالحه ان شاء الله، وهاخدهم معايا. مش عارفه من غيرك كنت عامل ايه، انت اللي مصبراني على الدنيا اللي فيها. انت كنت زي القمر، والقاعه النهارده كانت جميله ما شاء الله. ده انت خليتيني البس بصي ونزلت كده على طول. اعمل ايه بقى؟ ما انا قلت بدل ما اجيلك بالفستان تعالي انت. ما انا قلعت الفستان بسرعه ورحت جايه. طب ممكن انا عايزاكي انت اللي تناديهم. ماشي. يا فرح، يا نغم، ماما تعالي. انا اسفه، ما تزعلوش مني. ما انتوا حطوا نفسكم مكان، هتحطوا نفسكم زي ما انتوا زعلانه. طب خلاص قولي لي يا ماما عادي، هستحمل عشان خاطر ابوك واعمل ايه. انت زقيتي مين فيهم بقى؟ دي الصغنطه الجميله، يعني مع انها جايه تقول لي يا ماما انت جميله قوي. الكتكوته دي تتزقي بالله عليكي حبيبتي، ربنا يسعدك يا اسراء. يا نغم يا فرح، ينفع تيجوا تقعدوا معايا؟ بس طبعا هستأذن بابا الاول. العبوا بقى مع اخواتكم اللي في البيت بقى، وهجيب لكم حاجات حلوه ولعب. خلي بقى بابا يعيش حياته شهر وهرجعكم هنا تاني. ماشي؟ عند عادل طيب يجي؟ طب جربوا قولي له. ماشي يا عادل. لا انت تنادي، انا نادى ليه انا؟ هو ايه؟ هو جوزي ولا جوزي؟ عادل يا عادل. خير يا أهلاً يا عادل أمان. ربنا يسعدكم يا رب. انا مش عايزاك تزعل من اسراء، اختي عروسه بقى وصغيره وطايشه وكده. بص تعالى شوف عملت ايه مع فرح ونغم. هو انت بتعمليهم كده ليه بقى؟
مش دلوقتي كنت لسه بتزق فيهم وبتضربيهم؟ اطفال مالكش خلاص يا دعوه. بابا، يا صالحتنا خلاص. صالحتكم؟ عادل ده عيال قلبها طيب عنك، وانت قلبك ايه يا جدع؟ خلاص حصل خير. اسراء مش هتلاقي زيها والله يا عادل، ربنا يسعدكم يا رب. انا عارف يا امان، بس انا عيالي مش هسيبهم. طب هستأذنك في حاجه، ده بعد اذنك طبعا. اتفضلي. انا هاخدهم يلعبوا مع عيالي، قضوا شهر العسل مع بعضيكم وكانهم معاك بالظبط جوه نن عيني، ومنين ما تعوزهم هجيبهم ايمان لك. مش هتاذيهم يعني، وانت عارف ايمان على ايه؟ انت فاهمه يا اسراء والله. اكيد انا طبعا. هشوفهم الاول. موافقين تعيشوا معاها؟ ماشي يا بابا، طالما ده عايز اقول ربنا يا يخليكم رب. ليا يا حبايبي يا رب. يلا بينا نسيبوا العرايس بقى مع بعضيهم. تعبتك معايا يا شكرا إيمان. يا امان. حبيبتي يا اسراء ربنا يسعدكم يا رب. مش اتفضل. عايز حاجه يا عادل؟ باي باي. باي. مع السلامه، وانتوا كمان هتوحشوني. أنا خلي آسفة. عندك رحمه شويه، قلت لك اسفه. عشان دول اطفال، دول احباب الله. وبعدين حطي نفسك مكاني، انت لو مكاني وانا متجوزك، هل هينفع اقول لك لا ما تجيبيش عيالك؟ وانت يعني ينفع تقول لي كفايه ان انا خدتك؟ خلاص حقك اسفه عليا آسفة. خلاص. يلا. يلا مش كفايه، ما فرحتش هنا ولا هنا، جايين تنكدوا عليا.